السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل باميه وجع وباميه حمراء بالصلصه. نشوف هنعمل ايه. انا معايا هنا فرخه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بسم الله. غسلاها ونقعاها وزي الفل اهي. هحطها في الميه المغليه تنزل، بس كان فيها ريمه او اي حاجه اشيلها، وبعدين احط عليها بقيه مقادير. انا هنا هعمل صلصه الباميه. انا حاطه هنا معلقه سمنه، وحاطه عليها بصله وعليها شويه ملح وفلفل صغيرين. هحمرهم واشوف اعمل ايه تاني. البصله اهي قربت تحمر، مش تحمر، تغمق يعني اهي. اديها تقلبتين كده، وهحط عليها معلقه توم صغيره وملح وفلفل. اقلبهم تطلع ريحه التوم. هحط عليها القوطه انا بضربها وبصفيها، ما بحطهاش بقشرها اهي كده. ريحه التوم طلعت، بسم الله. هسيبها بقى تغلي مع نفسها كده، تاخد غلوتين 3، وبعدين احط فيها الباميه. هنا الفرخه اهي غليت وشلت اي ريمه عليها. هبتدي احط عليها بقى المقادير بتاعتها. انا معايا بصله كبيره وحط عليها ملح وفلفل وورق لورا وحبه قوطه مصفيين صغيرين، بيخلوا طعم الشوربه حلو. وهسيبها تغلي كام غلوه، وبعد كده هدي عليها النار تستوي على نار هاديه. انا هنا غسله الباميه ومقمعاها بالمنظر ده كده، شايله الحته اللي فوق والحته اللي تحت، وشقاها من نص شقه عشان الشقه دي بتدي طعم حلو للباميه، بتخليها تاخد من الصلصه وبتستوي حلو. وحط عليها قرن فلفل حامي. وعندي الباميه الوجه اهي برضو بعملها نفس الشيء، بقطعها من فوق ومن تحت وبقطعها رفيع كده، وبرضو حط عليها قرن فلفل بيديها ريحه وطعم حلوين قوي. وهعمل معاهم بتنجان مخلل. ودي الخلطه اللي انا كنت عاملاها معاكم. بتاعت البتنجان. بعمل شويه حلوين كده، باخد اللي انا عايزاه وبعدين بالباقي بشيله في الفريزر واطلعه وقت الحاجه زي النهارده كده، واخلل منه على طول. وهعمل كمان شويه رز بالشعريه وبالهنا والشفا. انا عندي هنا الصلصه اهي بقت تغلي اهي، هسيبها تغلي كمان غلوتين وبعدين احط فيها الباميه. وعندي هنا الفرخه اهي انا حطيت عليها البصل والقوطه واللورة بتاعها، وهحطها على وشها عشان الصدر بتاعها يستوي. الصلصه هي غليت شويه، هبتدي احط عليها بقى الباميه. بسم الله. الباميه والفلفل الاخضر الحامي هسيبهم بقى مع بعض يتسبكوا مع بعض كده اهو، وهي تخش في السوا. وبعدين ازودها شويه ميه، لو عايز يزود شوربه يزود، انا مبحبش ازود شوربه، انا بحب احط ميه. والبتنجان اهو على النار. انا هنا حطيت سمنه وحطيت الشعريه احمرها عشان اعمل الرز. هي داخله في التحميره اهي. وهنا الباميه اهي زودت فيها شويه ميه وسبتها على نار هاديه بقى هي تستوي براحتها وتتسبك اهي. ومعايا لسه البتنجان ده. انا حطيت شويه الشوربه بتاعت الويكا هي غليت اهي. الباميه اهي انا حاطه عليها قرن فلفل حامي تديها طعم وريحه حلوين. انا حاطه في الشوربه طبعا قوطه متصفيه، لو ما كنتش حاطه قوطه كنت قطعت لها طماطميه بتديها برده طعم حلو. هسيبها تستوي وبعدين اعمل لها التومه بتاعتها. الباميه هنا استوت، سيبها على نار هاديه. وعندي هنا انا حاطه معلقه سمنه كبيره، وحاطه توم، معلقه توم كبيره، وكزبره ناشفه، وذره ملح. هحمرهم واطشها زي الملوخيه. انا هنا طفيت على الباميه خلاص، وادي التومه اهي فاضلها سنه صغيره، وهطشها زي الملوخيه بالظبط. تبقى جميله وطعمها حلو وريحتها جميله. ده انا والشيف.
وهنا انا خلصت الباميه اهي، طفيت عليها، وبرده طفيت على الرز والبتنجان اهي. ما تغمقهاش عشان طعمها ما يغيرش معاكي. ده تقليبه تانية كده وبعدين نطشها. بسم الله اهي. بسم الله. وما تحطيش شوربه كتير فيها عشان ما تيجي تاكليها تبقى فيها باميه، ما تبقاش عايمه شوربه. شوف كده حلوه ازاي اهي، ولونها جميل وريحتها جميله، وبالهنا والشفا.